لقد زار سجن زاوير اليوم أحد كهنة معبد آمون ويدعى كيموني، وقد كان حراس السجن مستعدين بناء لأوامري لاحتجازه، وعندما علمت بالأمر قصدت السجن من فوري. اعترف أبوبيس أنه امتثالا لأوامر ألخماه كان ينوي إلحاق الأذى بحياة الملك، وقد أخذ معه بيناروس رغما عنه. وما العمل الآن؟ كيف ينبغي لنا الآن أن نعوض عن حماقتك؟ يجب أن نقاومهم، فقوة آمون ليست بالهينة. وبأي قوة؟ بهؤلاء الناس. إن جهزنا هؤلاء الناس وأمددناهم بالسلاح فسيدافعون عن المعبد بشراسة. لكن هؤلاء ليسوا مدربين. ستراهم يفرون عندما يدهمه الخطر. ليسوا إلا حفنة من الجياع الذين لم يخبروا الحرب. لا خيار أمامنا، علينا أن نفعل ذلك. علينا فعل ما بوسعنا. أنت تنشد نجاة نفسك لا المعبد، فالمعبد الآن في خطر بسبب تهورك الأحمق، وأنا من يعلم السبيل إلى نجاة المعبد، لكن لا يمكنني فعل شيء لك. مروا فليهيئوا لي محملي. ماذا ستفعل؟ سوف أعتذر من أخناتون قبل أن يسير إلينا بجيشه. لن أسمح لك أن تسلمني أو تسلم المعبد إلى الأعداء. باديمون ماذا تفعل؟ قيادة المعبد والدفاع عنه أصبحا بعهدتي منذ الآن. سوف تلزم غرفتك حتى آمر بغير ذلك. يريد الكاهن الأكبر أن يسلمنا لجنود يوزرسيف على أساس أننا المسؤولون عن كل ما حصل، ولا نعرف ما الذي سيفعلونه بنا. ما الذي تقوله باديمون؟ إنه كاهن معبد آمون الأعظم ألخماه. لن أسمح لأي أحد بالتدخل، فإن تعاونتم معي في تجهيز الناس ونجاة المعبد فسوف ينجو هو أيضا بعد نجاة المعبد. رغم عدم جدوى هذه المقاومة عليكم بمساعدته. هيا خذوا. لقد وعدتم أن تساعدوني في تجهيز الناس، لذا لا ينبغي لأحد منكم أن يجلس أخاني عن هنا. إنه أمر الكاهن الأعظم، علينا أن نساعده.